السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير. النهاردة باذن الله هنعمل حاجة مفاجأة ما تستغربوش عنها. كيكة السبانخ. سبانخ؟ ايوه سبانخ. احنا السبانخ بناكلها مع الرز، بس هتبقى النهاردة كيك في مطبخ ماما. المقادير ايه؟ هنا شوية سبانخ كده زي ما انتم شايفين. انا هاخد منها، هتبقى يعني لما اضربها مع كوبايه الحليب هتبقى كوبايه، يعني طبعا مش هناخد الروز بتاعها. كوبايه حليب، كوبايه سكر، بيضتين، كوبايه الا ربع سمنه على كوبايه الدقيق، معلقه بيكنج باودر، الفانيليا بتاعي، وطبعا هاخد ايه، معلقتين نشا، يعني كوبايتين دقيق عليهم معلقتين نشا. نبتدي معانا ونشوف احنا هنعمل ايه. يلا ناخد الدقيق كده، ناخد 4 معالق نشا، لان دي معلقه صغيره، معلقه شاي. لازم ذرة الملح دي عشان هي البركة بتاع العجن. بنتي بتستغرب البركة بتاع العجن يعني ايه، بتستغرب، بس هي دي الحقيقة يعني. خلاص انا كده هقلب حاجتي دي كده. هناخد بقى الحاجات اللي هي ايه، السايلة. هعمل ايه، هحط كوباية الحليب بتاعي كده، وهقوم حاطة السبانخ بتاعتي اضربها. طبعا مش انا اللي مخترعة الوصفة دي تركية. هضربها بقى في الخلاط وهوريكم. انا كده حبايبي خلاص ضربت السبانخ. هحط السمنه بتاعتي كده، الحليب قبل كده مع السبانخ، احط السكر، احط البيض بتاعي كده، معلقه الخل بتاعنا كده، هحط هنا الفانيليا بتاعتي والبيكنج باودر. هحط زي ما قلت لكم، هنحط على كل كوبايه معلقه بيكنج باودر. بسم الله. انا دلوقتي خلصتها ضرب، ودلوقتي بحطها على الدقيق وبقلب حاجه حاجه كده. النشا زي ما قلت لكم بتخليها هشه. انا كده دهنت الصينيه بالدقيق والسمنه، الاول بالسمن وبعدين رشيتها بالدقيق، وخلاص الكيكه خلصت. هدخلها على 180. كيكة الرجل الأخضر خلصت، مش الكيكة خلصت. بنتي مسمياها كيكة الرجل الأخضر يا جماعة، والله الرجل الاخضر. ندخلها الفرن ونرجع لكم تاني. احنا كده هنعمل الكيك السبانخ، هنعمل لها كريمه. خليهم 3 معالق نشا وعليهم كوبايتين ايه حليب، واحط السكر حسب التحليه، واحط لها فانيليا. سكر ادي 2، ادي 3، واحطها على النار كله كده على البارد، وبعدين ايه في الاخر خالص احط الفانيليا. لما تتقل اقوم حاطه الفانيليا. كده حبايبي خلاص زي ما انتم شايفين كده، انا خلصت الكريمه بتاعتي اللي حطيتها على البوتاجاز، اللي هي فيها الحليب والنشا، وحطيت لها الفانيليا وحطيت لها السكر. استوت وتخنت زي ما انتم شايفين كده. هحط بقى عليها كريم شانتيه. حطيت اول معلقه، ادي الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه. كده حبايبي خلاص خلصت الكيكايه، وحطيت لها المهلبيه اللي انتوا شفتوها بكريم شانتيه دوت. حطيت الطبقتين على بعض، وقمت جايه واخده قصيت الجناب بتاعها عشان اخد ده كده ازوق بيه زي ما انتوا شايفين كده. فركته قوي كده وهزوق بيه. بس هحط كده كده، عامل زي الفستق. عاملها بقى كده كده حبايبي. زي ما انتم شايفين خلاص خلصت الوصفه بتاعنا الجميله كيك السبانخ، واتمنى ان انتم تنفذوا الوصفه دي. والله حلوه جدا، والسبانخ مش زهره خالص، واللي يشوفها ما يقولش سبانخ، استحاله يقول سبانخ، يقولوا حط عليها لون بس اخضر. اتمنى ان انتوا تدعموا قناتي، واتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب وكومنت حلو زيكم كده، وتفعلوا لي الجرس عشان يجيلكم ان شاء الله كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.